قل لي أنا إنسان كل ما شاء الله. قال لي ومن بعد يجيك أي واحد أحيانا يقول لي فلان وقال فيك كذا وقال فيك كذا، قال لي يفسد لي كاع المزاج تاعي، يفسد لي نهاري، بالك يفسد لي الأسبوع. صح أحيانا صح نجربوها تكون مليح. يجي واحد يقول لك فلان الله راه قال فيك هذه، يفسد لك كاع، ما تقول ليش. وهذا خطأ كذلك كبير جدا. أنا أنصح إخواني إياكم أن تقعوا في هذا الخطأ. هذا وشنو هو؟ لا تسمعوا كلام الناس فيكم. وش قال ربي؟ سهل بينه وبين الله عز وجل، من حقي ما نسمحلوش باش ما نمرضش أنا، باش ما نمرضش، باش نعيش ما شاء الله. أباك هذا الأسلوب من كان يفعله؟ كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمع إلى هذا الحديث تفهم جيدا. والله نصيحة إليكم يا إخواني، لا تسمعوا كلام الناس فيكم. اللي يجي يقول لك قال فقول له حبس، تحكي ليش؟ خاطر هذاك اللي يجيب يدي كانوا، هذا هو النمام اللي يجيب يدي، كيما جاب لك يدي من عندك ويقول ما هو يهضر وكذا، باش تعيش سليم الصدر مطمئن الحال والبال. لا تسمع كلام الناس فيك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام اسمع كان يقول لا تبلغوني عن أصحابي سوءا. ما تحكوليش عليهم مش قالوا، بالك واحد غلط قال لا تبلغوني عن أصحابي سوءا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نحب نخرج وأنا سليم الصدر، نحب كاع الناس، ماشي نخرج هذا واللي يهضر قلبي منقبض من جهل، لا نحب نخرج اللي يهضر ربي سهل ما نسمعش، لكي أخرج إلى الناس وأنا سليم الصدر للناس. هكذا تعيش ما شاء الله. فنصيحة لا تسمعوا كلام الناس فيكم، خاطش الناس ما يقدموا ما يأخروا. الذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والذي يعطي هو الله. هكذا إن شاء الله.